وتبص تلاقي كل ما تكبر محبتك للي حواليك، كل ما تكسر الأنانية اللي موجودة، كل ما تكسر التعصب البغيض اللي بيقتل النفس. اوعى تفتكر دي شطارة لما تقعد مع زميلك وتقول ده فلان ده متعصب، ده فلان ده بيكرهني، وده فلان ده محبته قليلة وانا ما احبش الصنف ده، او اتعصب لفصيلة معينة او لدين معين او لحاجة من الحاجات دي. المسيحي شخص قلبه كبير خالص، المسيحي قلبه مفتوح لخدمة كل انسان. المسيحي مطلوب منه انه يحب قريبه كنفسه زي نفسه بالظبط زي نفسه. ولما سأله الراجل قال له طب وقريبي يبقى مين؟ قريبي بقى ده يبقى اخويا ولا ابن عمي ولا ابويا ولا امي؟ قال له لا، انسان غريب الجنس. قال هو ده يبقى قريبك. يا ترى يا احبائي احنا دلوقتي نقدر نقول ان احنا اولاد القديسين اللي احنا لازم نكون ناجحين في حياتنا زي ما ابائنا كانوا ناجحين، ولا قلوبنا ضيقه ومقفوله وانانيين كل واحد بيدور على مصلحته الخاصه؟ ده انا عاوز اقول اكتر من كده. انا مش عاوز اتكلم على النطاق الكبير اللي بيطالبنا بيه الانجيل، عاوز اتكلم عن النطاق الصغير، على نطاق داخل الكنيسه. يمكن كنيسه وكنيسه وتلاقي الخدام اللي هنا والخدام اللي هنا مش بيحبوا بعض. يمكن في وسط البيت الواحد الاخوات مش بيحبوا بعض. تفتكر دول يكونوا اشخاص اقوياء في النعمه يحملوا اسم الكنيسه وصورتها؟ انتوا يا اعزائي مطالبين امام المسيح ان انتوا تفتحوا قلبكم وتعيشوا كما يحق للانجيل بتاعه، تعيشوا بقلوب مفتوحه مستعدين ان تحملوا اتعاب بعضكم البعض، لان ربنا يسوع المسيح حمل كل اتعابنا وكل خطايانا. وبقدر ما تتسع شخصيتك لخدمه الاخرين، بقدر ما تكبر، بقدر ما تكون انسان عظيم. وباختصار اذا حبيت كده تمر في التاريخ تجد الانسان العظيم دايما هو اللي خدم اكتر، والانسان اللي تحوصل على نفسه هو الانسان التافه.